اتكلمنا عن يزن النعيمات، بالي بالك والناس اللي انت عارفهم خبطوه عين الواد جاله صليبي. يعني بص اجارك الله يا اخي. التجديد لأليو ديانج، التجديد لحسين الشحات، والمهاجم الجديد الأجنبي على الأبواب. دي كلها أخبار هنعرفها دلوقتي في فيديو تقريبا إن شاء الله بإذن الله. هنحاول إن هو ما يعديش التلات أربع دقايق عشان حضرتك ما تملش، بس خليك معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد المحترم في كل بيت، عزيزي المشاهد المحترم في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد هنتعرف فيه عن صفقة المهاجم الجديد للنادي الأهلي، وعن آخر المستجدات للتجديد لديانج، وآخر المستجدات أيضا للتجديد للنينجا حسين الشحات. تتفق أم تختلف عزيزي المشاهد المحترم على أليو ديانج، وإن هو يستحق أو ما يستحقش إن هو ياخد 2 مليون دولار في السنة؟ بس أليو ديانج يصبح او يظل فردة تقيلة جدا جدا في نص الملعب، ومصمم عليه يستروب، وهو اللي مقتنع بيه جدا، وهو اللي طلب من إدارة النادي الأهلي عدم التفريط في أليو ديانج. واحد يطلع يقول لي ان أليو ديانج ما يستحقش الضجة كلها اللي معمولة عشانه، أليو ديانج مش الفردة المثمرة قوي اللي هي ممكن تهدف، نسبة التهديف بتاعته ضعيفة، نسبة الباص بتاعته مش عارفة ايه، اصلا انا ديانج عندي اعتراض عليه عشان مش عارف ما بيدافعش مش عارف ايه. تتفق ام تختلف؟ اليو ديانج فردة تقيلة جدا في نص الملعب، اياس تروب مصمم عليه بشكل كبير جدا، وقعد وعمل جلسة مع الكابتن محمود الخطيب ان هو يخلص موضوع قصة اليو ديانج دي وينهيها خالص، عشان هو محتاج اللاعب في الوقت الحالي. واحد برضه هيطلع يقول لي ازاي ده في مشكلة مع ديانج ومع النادي الاهلي ومع ادارة النادي الاهلي والكلام ده، وتقول لك لا المشاكل دي كلها اتحلت خلاص بعد الجلسة اللي حصلت ما بين الكابتن محمود الخطيب وما بين ياس تروب. هقول لك حاجة كمان وازيدك من الشعر بيت، ان في رجل اعمال اهلاوي هيتكفل بالفارق اللي هيبقى موجود في راتب اليو ديانج. يعني الاهلي توصل مع اتفاق مع اتفاق مع اليو ديانج تقريبا لمليون و300 او مليون و400 او مليون و500 في الحدود دي، يتزايدوا كل سنة 100,000 دولار. الفرق بقى اللي هو ال 2 مليون اللي كان ديانج طالبهم هيتحملهم رجل الأعمال الأهلاوي اللي أنا بقول لسيادتك عليه حاليا. فرجل الأعمال الأهلاوي اللي أنا بكلمك عنه ده حاليا عزيزي الأهلاوي المحترم هو من سيتكفل بالفارق المطلوب في عقد أليو ديانج عشان يحافظ على أليو ديانج، وعلشان يحقق لياستروب المطالب بتاعته ببقاء أليو ديانج. لان ياستروب قال لك انا الراجل ده لا غنى عنه في نص الملعب، انا محتاجه جدا في نص الملعب، تجيب لي بقى حامد حمدان، تجيب لي الجن الازرق، انا محتاج اليو ديانج معايا في نص الملعب. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت هيبقى عندك اليو ديانج ومروان عطية وامام عاشور، مثلث رعب في نص الملعب، مثلث برمودا في نص الملعب، اقسم بالله. اليو ديانج، امام عاشور، مروان عطية، ده اسمه مثلث رعب، ومعاهم بقى بالرمضان ومعاهم مش عارف قفشه ومعاهم بجد. يعني هو اليو ديانج فرده مهمه جدا في نص الملعب، وانا بحترم جدا راي ياستروب في بقاء اليو ديانج في النادي الاهلي. يعني ببساطه شديده عزيزي الاهلاوي المحترم، الراجل مقتنع جدا باليو ديانج، وتتفق ام تختلف معايا. اليو ديانج فرده تقيله جدا جدا في نص الملعب زي ما قلت لك، وزي ما احنا شفنا اليو ديانج لما خرج شويه وراح السعوديه كلنا قعدنا نقول في بعض المباريات فينك يا اليو يا ديانج، كان زمانك عملت كذا وزمانك زودت كذا. فاليو ديانج انا اعتقد ان في اهلاويه كتير جدا 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 مقتنعين جدا باليو ديانج وعارفين قيمه اليو ديانج. ياستروب كان متفق مع اداره النادي الاهلي عن خطتين. الخطه الاولى هي يزن النعيمات، اللي طبعا عرفنا كلنا ان هو اتصاب بالرباط الصليبي مع منتخب الاردن، منتخب بلاده، وده شيء خلص وراح لحاله خلاص. كان هو مش مقتنع بعلي علوان، وكان متفق معاهم على ابراهيم ديباتي وبابلو صباح. دلوقتي الخطة الأرجح بنسبة 100% هي ابراهيم ديباتي. خلاص موضوع يزن النعيمات خلص، فهو الخطة الأرجح دلوقتي هو ابراهيم ديباتي. فاهمين القصة؟ يعني الأهلي رقم واحد كان عنده في المهاجمين هو يزن النعيمات. يزن النعيمات راح صليبي بقى وشهور وبتاع وعلاج وقصه، ودي حاجه محزنه الاهلاويه كلهم، لان الاهلاويه حبوا يزن النعيمات كده من قبل ما يجي النادي الاهلي. دلوقتي الموضوع كله في ابراهيم دياباتي. حصل مع كلام مع ابراهيم دياباتي كتير عن طريق زوم، وعن طريق بقى الفيسبوك والنت والسوشيال ميديا والتيك توك والانستجرام والواتساب. الراجل زهق،
بقول لكم ايه، انا ما عنديش نت ضعيف عندي، والشبكه واقعه، ومع مش فاهم. فيا ريت حد يجي يتكلم معايا هنا عشان انا احس ان حتى الكلام كده صادق، والكلام ايه جاي على الجد يعني. طبعا الكابتن محمود الخطيب ما كدبش خبر، وبعت وفد او تقريبا بعت مندوب سافر لابراهيم دياباتيه وقال له ما ترجعش من هناك الا وفي ايدك ابراهيم دياباتيه، يجي بقى يعمل الكشف الطبي ويمضي ويشوف الدنيا ماشيه ازاي ويشوف الاجواء والدنيا حلوه وبتاع وكلام من ده، ويخلص الموضوع ده كله. طبعا النادي اللي دلوقتي بيلعب فيه ابراهيم دياباتيه طالب 3 مليون دولار للاستغناء عن الدبابه الايفواريه ابراهيم دياباتيه. ابراهيم دياباتيه اللي شاف ملخص ليه، او اللي شاف اداؤه، واللي شاف اهدافه، واللي شاف قوته، واللي شاف اللاعب نفسه، اللاعب يخض عامل زي ديانج كده، حاجه ملو هدومها كده زي ديانج، انت فاهم قصدي؟ يعني حاجه كده بسم الله ما شاء الله. فباذن الله بامر الله يعني ابراهيم دياباتيه بنسبه كبيره سيكون هو مهاجم النادي الاهلي في يناير بامر الله. بامر الله ما نقطعش احنا بس عشان ايه اتكلمنا عن ياسر النعيمات، بالي بالك والناس اللي انت عارفهم خبطوه عين الواد جاله صليبي. يعني بص اجارك الله يا اخي. اما عزيزي الاهلاوي المحترم، بالنسبه لحسين الشحات وتجديده مع النادي الاهلي هو ليس امر فني اكتر منه اداري. يعني الكابتن او الكوتش ياستروب ليس عنده اعتراض خالص على رحيل حسين الشحات، ولكن مجلس اداره النادي الاهلي بيشوف او بيقتنع بان تجديد لحسين الشحات لمده موسمين برقم يتقارب بين ال 17 مليون جنيه هو امر يعني مهم جدا بالنسبه لاداره النادي الاهلي، لما قدمه حسين الشحات للقلعه الحمراء وللنادي الاهلي من تضحيات ومن واجب. زي ما كلنا عارفين حسين الشحات ضحى بايه، وحسين الشحات عمل ايه عشان يجي للنادي الاهلي، ولازم ان النادي الاهلي برضه يرد له الجميل ويضحي برضه عشان حسين الشحات. وطبعا هم شايفين ان ده حاجه كويسه جدا لمسك ختام لان حسين الشحات داخل النادي الاهلي، ولمسيره حسين الشحات مع النادي الاهلي. فده امر مهم جدا، زائد ان حسين الشحات زي ما انت شفت لما بينزل في اي مباراه بيأدي بشكل كويس، وبيحقق المطلوب منه، وبيكسب فريقه، وبيعمل كل ما هو مميز. وزي ما شفنا طبعا في مباراة اخرهم كانت مباراة الزمالك في السوبر المصري، لما نزل جاب هدف التعادل وجاب ضربة جزاء اللي كسبتنا المباراة. ولحد هنا يكون خلص الفيديو بتاعنا عزيزي المشاهد المحترم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ابوس ايدك ادعمنا باللايك يا جدع، احنا بنتعب والله بنشقى. شكرا ليكم والسلام عليكم.